السلام عليكم، معكم عبد الرحمن من قناه مراجعات. رجعنا لكم بفيديو بقى بعد سنتين تقريبا او حاجه كده او اكتر كمان من سنتين. نحاول نرجع بقى للفيديوهات بتاعت زمان. هنبدا معاكم بريفيو حاجه مختلفه بقى، ريفيو اللي هو الميد باد. مش عارف، مش هيبان تقريبا هنا. تمام، هو معمول اكتر للدراسه، يعني لما تشوفوا الاعلانات بتاعت هواوي تلاقيه بيقول لك العوده للجامعه والحاجات كده. فهنشوف دلوقتي يستاهل فعلا ان انت تجيبه تدرس بيه في الجامعه او كده، ولا تفكك منه خالص. اول حاجه طبعا لايك بقى، والحاجات اللي بتاعت اليوتيوبرز دي. هتلاقوني بس مش عارف اصور عشان بقالي كتير، يعني ثانويه بقى وكده. هو التابلت اول حاجه بيجي معاه في كده اصلا، وانت بتشتري بيجي معاه قلم اللي هو الام بنسل 3 ده. بيجي معاه الماجيك كيبورد ده، ولا اسمه ايه، لا ماجنتيك كيبورد. حاجه كويسه، جاي لك معاك كل حاجه، مش هتشتري بقى وتتعب نفسك وكده. هنبدا بالاول بالديزاين. الديزاين عندك ديزاين بسيط خالص، كاتب لك هواوي كده في النص. معدن كله، يعني انت لما بتسيبه شويه بتلاقيه فعلا سقع. كاميرا كده تقريبا 12 ميجا بكسل، وفلاش. الحاجات البسيطه خالص، مع ان الكاميرا مش اجمد حاجه، يعني كاميرا عاديه جدا. وعندك زرار باور، بس حاططهولك بقى من فوق، يعني بيقلدوا الايباد برو. طبعا زرار السماعه حاططهولك في الجنب عادي، رفيع جدا، لو شلته بايد واحده مش هتحس انت شايل حاجه تقيله. ولا الشاشه بقى، الشاشه تي اف تي ال سي دي. هي الشاشه يعني المفروض بسعر زي ده المفروض تبقى حاجه اولد، بس هو في الفئه السعريه دي كله معظمه تقريبا جايب شاشه اي بي اس عاديه. الشاشه في اضاءتها كويسه في الاماكن المقفوله، بس انت لو طلعت بره هتحس ان في يعني مشكله شويه. الالوان ممتازه الصراحه، مفيش اي مشكله معايا في الالوان. طبعا الشاشه دي اللي هي البيبر ميت، اللي هي الحاجه الجديده اللي هواوي عاملاها، اللي هي تحس اللي هو ملمس الورق. طبعا مبصم جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده. بيجي معاه بتاع كده، جايبين معاه بتاع كده بتمسح بيها الشاشه. صراحه شكلها جامد، يعني حلو. اصلا انت لو مسحتها باي حاجه ممكن البصمات دي ما تروحش، فانت بتروح ماسح شويه كده، هتلاقي بقى كل حاجه راحت اهو، ما بيبانش اي بصمات بقى. فصراحه حركه كويسه. كل ده طبعا في العلبه، مش هتحتاج تشتري اي حاجه. حجم الشاشه 11 ونص، هو اسم التابلت اصلا اللي هو ال 11.5 اس. هو نسخه متعدله من تابلت قبل كده، بس مخلين الشاشه بقى طبعا اللي هو البيبر مات ده. الحواف صغيره جدا، يعني حاطط لك كاميرا بالنص، بس لو انت ماسكه بالعرض هتبقى كاميرا كويسه، لو مسكته كده طبعا الكاميرا هتبقى كويسه خالص. هي معموله كده عشان انت لو مش اي حاجه بقى بتكلم حد فيديو، اجتماع بقى، اي حاجه. في سماعتين هنا وسماعتين من الناحيه التانية. صراحه الصوت عالي جدا، مش هتعرف اصلا تجيب اخر، تعلي الصوت على الاخر. ازيكم يا جماعه، معاكم يحيى، والنهارده معانا لابتوب اقتصادي جدا مناسب جدا لاي حد داخل في يعني الصوت عالي جدا، لو عليته جبته على الاخر يعني هتسمع الشارع كله. والصوت كويس، ما فيش اي مشكله معايا فيه، يعني نقي وكويس، مش هتحتاج اكتر من كده يعني. وما تقلقش من تجربه الشاشه اللي هي المط دي، عادي، ما فيش مشكله في الفيديوهات. طبعا الشاشه 2.8 من 10 كي، فدقه عاليه، مش هتحس برضو ان في بكسلات ولا حاجه شايفها. نتكلم شويه عن القلم تصميمه بسيط خالص، ابيض عادي خالص، مكتوب لك هواوي كده في الجنب. الصراحه مسكته بريميوم. تمام، قلم حجمه كويس، تصميمه حلو، وزنه مش تقيل يعني. في شويه ميزات موجوده في اللي هو النوتس، مثلا وانت بتدوس ضغطتين كده على القلم بيبدل لك ما بين القلم العادي والاريزر دي. يعني اهو تكتب عادي خالص، وعايز تبدل بدل ما تروح بقى هتعمل تكتين كده هيروح تمسح. في ميزه تانية، انت مثلا بتكتب مثبت القلم على الشاشه، هتلاقيه حول لك على طول على الاستيكه دي. فصراحه اوبشنات حلوه، مش هتلاقيها طبعا في التطبيقات اللي بره اللي انت بتحملها من جوجل. مفيش جوجل يعني، ما اتكلمناش عن الموضوع ده، بس هنتكلم قدام. نتكلم شويه عن التطبيق. عندك اول حاجه القلم الاساسي بتاعك فيه 3، بتختار ما بينهم بقى كل واحد. لا، بتختار اللون مثلا ابيض، ده اول واحد. بتختار طبعا الحجم، وعندك اللي هو الاوباسيتي، تختار الالوان. التطبيق صراحه ظريف جدا. تقريبا ده الهايلايتر. عندك هايلايتر ده لما بتعمل كده بيعمل لك هايلايت، بس بيجيب لك الكلام انت كاتبه. يعني مثلا تعالى نكتب اي حاجه، هختار الهايلايتر،
هتلاقيه فعلا بيعمل لك هايلايت، بس بيجيب لك كلام فوق، ما بيغطلكش على الكلام. فالميزه دي اصلا في تطبيقات بتجيبها لك بفلوس، فانت عندك كل حاجه ببلاش طبعا. طبعا في حاجات كتير بقى، عايز تضيف صوره في النوتس عندك، عايز تعمل اشكال، عايز تعمل مربع مثلا، عايز تعمل مثلث، اي حاجه بقى انت عايزها. مثلث فين مثلث؟ وعندك دي حاجه حلوه برضو، لو عايز تكتب حاجه بس هي بتروح بعدها، يعني مثلا اي حاجه كده هتلاقيها بتختفي لوحدها. وعندك ميزه ان انت لو حطيت ايدك حتى على البتاع مش هيأثر في حاجه، مش هيحس ان ايدك محطوطه اصلا. بتختار بقى شكل التمبلت نفسه، انت عايز يبقى فيه سطور، ولا عايزه يبقى ساده، ولا عايزه يبقى مربعات. انت عايزه بقى. طبعا في عندك لون ابيض، وفي بيج، وفي سوفت لايت. يعني مثلا نفتح ده، هتلاقي فعلا البتاع كويس، كأنها ورقة بجد. واحساس الكتابة لما بتستعمله كده هتلاقي فيه صوت، كأن في صوت قلم او حاجة كده. هتحس ان في صوت كده كأنك بتكتب بقلم بجد. فصراحة موضوع اللي هو البيبر مات ده بيحسسك فعلا انت بتكتب على ورقة. القلم الليتنسي بتاعه صراحة بسيط جدا، مش هتحس ان في تأخير خالص. وكمان عندك اللي هو لما بتدوس حاجة بسيطة بيبقى الخط رفيع، ولما تدوس جامد شوية بتلاقي الخط بقى أكبر. حلو جدا. بس انت مش هتعرف تحط سكرين، لو حطيت سكرين هتبقى سكرين ازاز عادي، فانت هتبوظ الاوبشن يعني. فتحاول تحافظ عليه بقى. فايه جاي في العلبة اللي هو الجراب ده اللي هو معاه كيبورد، هنتكلم عليه دلوقتي. هو الجراب اصلا ماجنتيك كله، تحط بس كده هتلاقيه بيلزق لوحده. بيبقى عندك سيت اب محترم جدا، تكتب بقى وترسم، تكتب بقى اللي كل اللي انت عايزه. والازرار الصراحه كويسه جدا. ممكن كمان تفصل التابلت عن الكيبورد ويشتغل برضو الكيبورد عادي، يعني اهو فصلته عادي. نفتح اللي هو البيتا سيرش ده، هتلاقيه بيكتب عادي خالص. بتوصله في حاجه اسمها اللي هو النير لينك، هتبان هنا اهي، حاجه اسمها نير لينك دي الهواوي. بس نتكلم دلوقتي عن المعالج. الجهاز هواوي مش قايل اي حاجه، بس انت لو عملت سيرش على جوجل هتلاقيهم قايلين لك اللي هو الكيرين 9000 اس. هو معالج من الفئة العالية يعني، بس هواوي مش جايبين سيرة خالص. ده وقت تفتح موقع هواوي مش هتلاقي حاجة. فممكن نعمل تجربة حقيقية عشان نعرف اداء الجهاز فعلا. هو الجهاز اداؤه كويس جدا، هو 144 هرتز. فطبعا تقريبا كله بقى كده دلوقتي، فمش هتحس باي تقطيع في التقليب. فممكن نجرب الاداء الحقيقي بقى، نلعب بابجي، مع اني الصراحه ما بعترفش باللعبه دي. فتحنا اهو بابجي مثلا، نفتح ايه، نلعب ايه، نشوف بقى الجرافيك. اخرك ممكن توصل لاكستريم واللي هو ال HDR. صراحه ممكن تحمل اللي هو الالترا HD. نجرب نلعب جيم كده. هو اعدادات كويسه، ده ياكد لك ان المعالج حاطينه كويس، بس مش عارف ليه مش قايلين يعني. هتحس بقى بال 144 هرتز بجد لما تلعب. سموث جدا يعني. هو الجرافيك كويس، كلهم بوتات يعني. خلاص خدنا فكرة عن اللعبة اللي هي الجرافيك كويس وكمان ال 144 هرتز عامل شغل حلو. نتكلم بقى دلوقتي عن البطارية. هي 8800 ملي امبير، حجمها كويس جدا. في ممكن تلاقي بالسعر ده 10000، بس ممكن هتلاقي بقى سمكه اكبر شوية. فبطارية ممتازة، هتكمل معاك كل يوم وزيادة. بس طبعا ما فيش هتستعمل التابلت طول اليوم يعني زي الموبايل. شحن 22 واط، بيشحن تايب سي طبعا. بس المشكله ان الشاحن ثلاثي، فهتواجه مشكله شويه، هتحتاج بقى مشترك او حاجه كده عشان تعرف تشحن. نيجي بقى للكاميرا. عندك كاميرا اماميه واحده في النص زي ما قلت، وكاميرا خلفيه 12 ميجا بكسل. يعني كاميرا كويسه يعني، ما تستناش اكتر من كده يعني في كاميرا تابلت. بس انت مش هتحتاج حاجه يعني من الكاميرا قوي يعني. لو هتصور مثلا صور صفحة، أو هتصور أي حاجة كتاب أو أي حاجة، مش هتحتاج تصور حد صور يعني. طبعا عندك الشاشة هي أبعادها تنفع قوي للفيديوهات. وممكن كمان تقسم الشاشة، يعني تخلي في تطبيق على اليمين تطبيق على الشمال. تعال نجرب مثلا نفتح يوتيوب، أي حاجة. عايز تفتح نوتس مثلا، هتلاقي عندك اول ما تعملها كده هتلاقيها يعني بتطفو كده، فبتروح جايبها في الجنب كده، هتلاقي دلوقتي اتقسم. عايز مثلا بتشوف محاضرة مثلا وعايز تكتب حاجة، مش عارف ليه هتحتاج تكتب نوتس اللي هي ادران يعني. بس اهو بتعمل وتتفرج على الفيديو كده الدراسة خالص. محتاج فيه لابتوب بشكل ليه. ف صراحة كويس. وكمان ممكن تجيب تطبيق تالت،
تفتح الفيس مثلا، تطبيق تالت اهو، بأبعاد الموبايل، مش هتحس اللي هو صغير ولا حاجة يعني، طبعا بيصغر. ولو طلعت برضو من التطبيق ده هتلاقيه موجود عندك اهو، يوتيوب مثلا ونوتس، تدخل عليه على طول هتلاقيه جاهز. في حاجة كمان اوبشن كده موجود في هواوي بس، او هواوي هونر، مفيش مشكلة. تفتح هتلاقي حاجة اسمها مالتي سكرين كولاب، تدخل عليه وبعدين بتفتح البلوتوث في الموبايل التاني، الهواوي او الهونر، مش هيفرق كتير. هتلاقي حاجة جاية لك بيقول لك في معاك تابلت قريب تعمل كونكت. تلاقي دلوقتي الشاشة بتاعة الموبايل موجودة على التابلت، وتعرف كمان تتحكم في الموبايل من التابلت. فصراحة ميزة حلوة جدا لو انت كمان عايز تنقل حاجة من الموبايل، سهل يعني. فايلز، تشد الصورة بس وهتحطها هنا بس كده، هتلاقي الصورة جت. صراحة ايكو سيستم حلو يعني، مع انها هونر بس الموضوع بيشتغل برضو عادي. تقدر برضو تنقل حاجة من التابلت للموبايل، تروح برضو شددها وحاططها في الموبايل. بما انا ليا في الرسم شويه، فهتكلم معاكم شويه عن موضوع الرسم على التابلت. بنستخدم في برنامج جاي مع التابلت اسمه جو بينت. هو برنامج اصلا يعني تبع هواوي. البرنامج بروفيشنال الى حد ما يعني، وتقدر تعمل يعني عندك بريسيتس للكانفاس، ممكن انت تعمل كاستم كانفاس. طبعا الموضوع هيبقى احسن عشان البيبر مات. في براشز كتير اصلا جايه مع البرنامج، وانت تقدر برضو تحمل في قلم رصاص، وفي في يعني حاجات كتير. وفي حاجه برضو حلوه اللي هو البين بريشر. فمثلا لو انت مثلا بتعمل خفيف شويه هتلاقي القلم جاي خفيف كده، لو تقلت شويه هتلاقيه تقيل. واصلا يعني انت ممكن تستخدمه عشان اللي هو ايه، اللي هو تخلي مثلا حته رفيعه شويه وحته تخينه شويه في الخط نفسه. كل دي حاجات بتخلي التجربه احسن يعني. وبس. ولو جيت بزاويه كده ممكن يعمل زي اللي هو القلم الرصاص، ويعمل لك بيخلي الخط كده اكبر. في طبعا سمادج تول وكده تلون يعني وكده، والإريسر طبعا. طبعا بقى في سيلكشن تولز كده مثلا، وعايز سيلكت حاجه ممكن يعني تسيلكت الشكل كله وتعمل له فورم شيفت كده. وممكن بقى تختار اللي هو انك تختار بشكل معين يعني فري هاند او لازو، زي اللازو تول كده. ممكن تختار حته كده ومن هنا بقى تغيرها، ممكن تعمل لها كوبي للاير تانية، وممكن تاخد كده او ممكن تحركها كده وتعمل للحته دي كمان فورم شيفت لو عايز. فالبرنامج فعلا هيبقى حلو لو انت رسام او كده. وفعلا احساس الورقة اللي هو الشاشة احسن يعني للرسم وكده. هنتكلم عن اخر حاجه بقى. طبعا ده هواوي، فمش هتلاقي خدمات جوجل، فهتحتاج تحملها من طرق خارجيه كده. فهتفتح الاب جاليري. الموضوع طبعا بقى سهل عن زمان كتير. حاجه اسمها جي بوكس، هتلاقي اول واحد تعمله تحميل، وعادي جدا تحمل بقى كل حاجه. انا عندي يوتيوب اهو، عندي فيسبوك، عندي تيك توك، عادي مش هتحس ان في حاجه يعني. فما تصدقش اللي يقولك هواوي مفيهوش جوجل ومش هتعرف تستعمله وكده، لا عادي خلاص، الموضوع بقى بسيط. وبس انت خلصت بقى استعمال البتاع، تحط القلم، هو ماجنتيك طبعا، هتلاقيه بيشحن وبيقول لك نسبة البطارية كام، وتوصل الكيبورد بالبتاع بس. هتشيله بقى، وصراحة حجمه صغير وخفيف يعني، ده ما يبانش اللي خالص ان في كيبورد مع التابلت. وبس كده، ده كان الفيديو. اعملوا لنا بقى لايك وسبسكرايب عشان نعمل بقى في فيديوهات كتير. هنحاول بقى نثبت ميعاد فيديوهات، مثلا ممكن يكون يوم التلات، لسه هنشوف يعني. فبس كده، يلا سلام.